احنا دايما بنتكلم ايه، انت متجوز، انت ما اعرفش متجوزين ولا لا، متجوزين برضه الحمد لله. محدش بيتعظ والله. لا الحمد لله الحمد لله. خلينا نقول احنا كناس متجوزه عندنا شويه مشاكل بتواجهنا، بس احنا كرجاله حياتنا ابسط شويه. انت عايز ترجع البيت زي ما قلت لك ما تعملش مشاوير، ده اهم حاجه، واولادك يبقوا عايشين في حته امان. لما قعدنا مع الستات، طب انتوا عايزين ايه بقى؟ انتوا عايشين عايزين تعيشوا في كومباوند يوفر لكم ايه؟ طلبات كتير قوي يعني، كان فعلا كتير يعني. أكيد. منها ايه مثلا؟ هم لو بيشتغلوا هي عايزه اول حاجه ان ولادها يرجعوا من المدرسه يبقى في اكل جاهز، يبقى في حد يقعد مع ولادها لحد ما تخلص شغلها، بدل ما توديهم لباباها او مامتها او او حماتها يعني تخلص، يبقى في حد بيذاكر لهم. يعني انا بقول لك بقى ده الطلبات اللي اتطلبت يعني. طب هي تهتم بنفسها ازاي؟ ما هي ما هي في الاخر مش انت بتسالني عايزه ايه؟ انا عايزه كل ده. اتفضل بقى وريني هتعمل ايه. اتفضل اتصرف. عايزه تهتم بنفسها بعد كده، يبقى عندها سبا، جاكوزي، اي حاجه لطيفه تدلع نفسها شويه. ففكرنا بحاجه، قلنا طب ما نحاول نوفر الحاجات دي في المكان. فاول حاجه عملناها ان بيبقى في داي كير سنتر، حضانه. يعني الولاد بيرجعوا من المدرسه بيروحوا عليها على طول، الباص بينزلهم هناك، بيقعدوا جوه، ممكن يخلصوا الهوم ورك بتاعتهم على ما الاب والام بيرجعوا من الشغل بتاعهم. طيب الام في الشغل ما حلتلهاش مشكله الاكل، فعملت موضوع السنترال كيتشن اللي قدامكم ده. فكرته سهله جدا، هي مطبخ بالمعنى الحرفي يعني مطبخ، وهي بتطلب الابلكيشن الاكل اللي هي عايزاه، والاكل بيجي لها لحد البيت. والميزه ان انا عامله كوست بلس، يعني انا مش هعمل حاجه ربحيه، انا عامل ان هي تغطي بس التكلفه بتاعت عملها خدمه من خدمات الكوميونتي بالظبط.